بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعد الخبر الذي نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي كتبت في هذا المنشور عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك، تعلم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني أو خارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي عمومي بأنه سيتم إعادة فتح الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية الجزائر العاصمة، موقع 1200 مسكن ترقوي عمومي سيدي عبد الله، حيث يشمل الموقع شقق ذات 4 غرف و5 غرف. التسجيل يكون عبر الرابط المباشر التالي. هذا هو الرابط، ويتم غلق الموقع عند نفاذ المخزون. التسجيل يكون ابتداء من يوم الاثنين 6 مارس 2023 على الساعة 11 صباحا. هذا هو الموقع. لاحظت أن البارح على تمام 11 كان دخلت الموقع بهذه الطريقة، وحقيقة قدرت ندخل إلى الموقع بعد بضعة دقائق، نقول بضعة دقائق وليس ساعات، بضع دقائق لم يعد الموقع متاح. هنا كل ما ندخل ندير انسكريبسيون الموقع ما فهمتش إذا صرا فيه عطل، إذا على لا شارج، يعني كاين بزاف الناس راهم يحاولوا الدخول للموقع في نفس الوقت. هنا ما فهمتش علاش الموقع ما راهش يعمل بعد عدة دقائق من فتح التسجيل حتى ندخلوا للتعليقات. كاين بزاف تساؤلات، ويقولوا أنهم ما قدروش يدخلوا للموقع. من المستحيل فتح الموقع كما هو الحال دائما. لقد كنت أحاول منذ الساعة 10:30 صباحا. أنا للأمانة على 11 تفتح معايا بسهولة، لكن بعد بضع دقائق ما الموقع لم يعد، الدخول إليه لم يعد ممكن. أيضا عن الإعلان لا يوجد يعني الكثير من المعلومات عن السعر، عن هنا لم يعد. إن شاء الله راح نعاود معكم باش تشوفوا. الرجاء معاينة الصفحة الخاصة بالتسجيلات لاحقا. نشكركم على حسن التفاهم. حتى في الليل حاولت الدخول، لم يعد ممكن الدخول. ما فهمناش إذا حيعودوا إن شاء الله، إذا كان عطل أو يعاودوا يصلحوه في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن الأشخاص المهتمين بهذا الأمر من التسجيل. شكرا لكم وإلى اللقاء.